هاك سمعت هذا شاب واحد آخر من الريف تاع المسيلة، هذا الشاب من الريف تاع المسيلة، نريد منك يا شيخ أن تحدثنا عن جهنم. يا الله يستعان، واش بك أخويا في رمضان أنت حاب تسمع جهنم؟ الناس حابة تسمع الجنة ورحمة، أنت حاب تسمع جهنم؟ وأنت ويك خرجت من جهنم باش نحكي لك أنا على جهنم. جهنم فيها العقاب وأنتم أكو عايشين مع العقاب. جهنم فيها الضيق وأنتم عايشين في الضيق، بيتو كوزينة وعايشين في الزنق. جهنم ما فيها لا ماكلة لا خير لا رحمة، وانتم وين تشوف كيف حالكم؟ ناس يتاكل بيد زبل، ناس يتاكل بيد زبل، ناس يعيش مع الطبات مع العقاب مع الحنوشة، وانا زين نحكي له على جهنم او عايش في جهنم. يا وهذا سوء التسيير راهو دخل الناس لجهنم قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. لو كان تجيب له صفات جهنم مثلا، جهنم سوداء ما فيهاش الضوء، وانتم تيسي تقدر تنقطع اغلب الليالي اكو تجوزوها سوداء ما عندكمش الضوء. وجهنم في يعني كاع واش راك تصيب في جهنم، راك تصيب الناس راهم دخلوها قبل جهنم. يعني هذه الكارثه اللي وصلنا لها، الناس دخلوهم الجهنم قبل جهنم، وليعوذ بالله. ما نحكي لكش على جهنم، راك ان شاء الله صوم واستغفر وتوب وصلي، ادعي ربي سبحانه ما يديكش جهنم، ادعي ربي ما يديناش للنار ويغفر لنا ويرحمنا ويسترنا. اذا شفت كيفاه؟ يعني جهنم ضيقة على اهلها، وانتم عايشين في بيوت الصابون، عايشين في مشاكل. حسبنا الله ونعم الوكيل. مجموعة